سبب احتدام الاشتباكات مؤخرا بين الباكيكا والجيش التركي في وادي ديرالوك رشافة على خط جوهرز وبرجي منذ نهاية تموز ومطلع آب. تشهد المنطقة الواقعة بين آميدي وديرالوك تصعيدا في حدة المواجهات والاشتباكات بين الجيش التركي والباكيكا، علما أن المنطقة تحوي قرى وأراضي زراعية للمواطنين المدنيين، وعلى وجه الخصوص قرية جوهرز برجي، حيث أصبحتا هدفين للهجمات والغارات الجوية والقصف المدفعي التركي. فبات أهالي المنطقة قلقين يواجهون مصيرا مجهولا في ظل انعدام الأمن وعدم قدرتهم على تهجير موطن الآباء والأجداد. اشتدت وتيرة الاشتباكات في المنطقة، ولو لم يتوقف هذا القصف فسيزداد تأثيره بلا شك. بينما من جانبها دأبت وسائل الإعلام الباكيكا على نشر الأخبار المضللة والقذرة بهذا الصدد، حيث تدعي أن المنطقة هي مناطق وساحات مقاومة للجريلا، وبناء عليه تقول بأن أي تواجد لقوات بيشمركة كردستان في تلك المنطقة هو بمثابة مؤشر لتبرير الحرب. فقد أدلى قائد هبكة مراد قريلان بتصريح في 13 آب أكد فيه أن الحرب ضد البيشمركة مؤكدة. وبرر قريلان قرار الحرب هذا بأن البيشمركة أقامت حواجز ونقاطا في مناطق الجريلا، فقال على سبيل المثال يستخدم الجريلا مكانا ويأتون ويذهبون من هناك ويأخذون الجرحى ويجلبونهم، كما ترون أنهم وضعوا البيشمركة هناك مكان فارغ، وضعوا على الفور بعض البيشمركة هناك، الجنود الأتراك هناك، نحن هنا. في الحال يتبين أنهم وضعوا أنفسهم في المنتصف. المكان الذي يقول قريلان إن البيشمركة تنشئ نقاطا فيه هو خط طارق الواصل بين آميدي وديرالوك. فيا ترى ما المميز في هذا الطريق؟ في العمليات التي بدأتها الدولة تركيا منذ عام 18 داخل حدود إقليم كردستان، توغلت الدولة تركيا في عمق أراضي إقليم كردستان مسافة 50 كيلومترا. جميع المناطق الحدودية والتي كانت خاضعة لسيطرة الباكيكا ونفوذها منذ عقود انسحبت منها الباكيكا وأهدتها للدولة التركية المحتلة في وقت قصير، بمعنى أن الباكيكا خسرت 90% من مناطق نفوذها وسيطرتها. والمنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها الباكيكا لوحدها الآن هي جبل جارا، والخط الذي يقول عنه قريلان إن المقاتلين يأتون ويذهبون إليه وديرالوك وشيلادزي وقرى جوهرز وبرجي. الباكيكا ركزت على الطريق الاستراتيجي، هذا الطريق يقع بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يربط دهوك آميدي ديرالوك شيلادزي بارزان وسوران. هذا الطريق الرئيسي بمثابة العمود الفقري للمنطقة، وها هو قريلان يريد إهداء هذا الطريق لهم. فهل هذا معقول وممكن؟ يعيش حوالي 100,000 شخص في هذه المنطقة، ينحدر معظمهم من قرى نير والريكان والنهيلي وزباري. منذ التسعينيات أحكمت الباكيكا قبضتها على مناطقهم لغاية السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انسحبت منها وأهدتها للأتراك. تخلى أهالي المنطقة خلال العقود ال4 الماضية عن قراهم ومزارعهم وممتلكاتهم للباكيكا، واستقروا على خط طريق آميدي ديرالوك شيلادزي. والآن أصبح هؤلاء الأهالي والقرويين من جديد ضحايا حروب الباكيكا. ترغب الباكيكا من جديد في تهجير سكان المنطقة وانتزاعها منهم. في هذه المنطقة كان الناس يدبرون أمر معيشتهم من خلال الزراعة والفلاحة طيلة فترة 30 ل40 عاما مضت، ولكن منذ شهر تموز توقفت جميع أعمالهم وزراعتهم. يزداد الناس فقرا يوما بعد يوم، لا يستطيعون الذهاب إلى مزارعهم وحقولهم. في 12 آب تعرضت عجلة لبيشمركة كردستان كانت متجهة لإحدى نقاط الحراسة لسد ديرالوك لهجوم من مسلحي الباكيكا، وبعدما رادت البيشمركة على مصدر إطلاق النار حدث اشتباك لمدة 10 دقائق. ورغم ادعاءات الباكيكا من أن أماكن قوات البيشمركة هي منطقة حرب وقولها يتعاونون مع الدولة التركية، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما. فوادي ديرالوك مصدر الحياة بالنسبة للسكان المحليين، ويوجد سد لإمداد مياه الشرب والكهرباء لتلك المنطقة. يعتبر وادي رشافة ديرالوك منطقة استراتيجية ومصدرا مهما لحياة الناس، وعلى الرغم من عدم إتمام أجزاء من هذا السد إلا أنه يوفر الكهرباء ومياه الشرب لمدن وقرى آميدي ديرالوك شيلادزي. يتم بناء هذا السد من قبل إقليم كردستان وشركات يابانية. وقوات البيشمركة المتمركزة في المنطقة والتي تزعم الباكيكا أنها تتواجد في مناطقها فهي قوات رسمية تتجسد مهامها في حماية السد وحراسته.
ومن الخصائص الأخرى للمنطقة التي تطلق عليها البككة تسمية مناطق الجريلا وتعتبرها مناطقها أنها مركز سياحي هام في المنطقة. والطريق الرئيسي بين أميدي ديرالوك هو موقع مركزي يستخدمه المدنيون، فضلا عن كونه وجهة سياحية جميلة. توجد العشرات من المنتجعات والأماكن السياحية في المثلث الواقع بين وادي شيرانا وجسر بالندا وبيافي وآفاشين والزاب، وعلى وجه الخصوص منتجع سلاف أميدي، وهو وجهة آلاف السياح ومصدر مهم لكسب العيش للسكان المحليين. ووفقا للإحصائيات الرسمية قصد أكثر من 1,000,000 سائح المنطقة في النصف الأول من عام 2023، وبسبب تواجد البككة جفت جميع منابذ سبل عيش الأهالي، ولم يتبقى لهم سوى السياحة مصدرا للعيش. ومن المؤكد أنه سيتم قطع الشريان الرئيسي الوحيد لسكان المنطقة أي السياحة إذا حولت البككة المنطقة لمنطقة عسكرية وساحة حرب. فالبككة التي انسحبت من الجبل الأسود وكولين وكوراجار وسيريبيرنو ومارين والعشرات من القمم الشامخة وتلال الاستراتيجية وتركتها للأتراك المحتلين، تريد الآن تحويل أدغال القرويين وأكواخ السياحة لمقرات لها. فمن لم يقدر على الصمود في الجبال الشامخة والوديان الوعرة فكيف سيصمد في المزارع والأكواخ؟ وبسبب خصوصيات المنطقة التي تحدثنا عنها بإيجاز يتضح لنا مدى أهمية وضرورة حماية حكومة إقليم كردستان للمنطقة. لذا فادعاءات قريلان ومزاعمه يستخدم الجريلا مكانا ويأتون ويذهبون من هناك إلى آخره عارية عن الصحة قطعا. ففي عموم الأنظمة الأمنية توجد هناك قوة أمنية لحماية السدود والمواقع والمنتجعات السياحية، بل هي من أولويات الأنظمة الأمنية، بل سيادة الدول تبرز في حماية هذه الأماكن الهامة. فهل من المعقول إهمال حماية المواطنين وكذلك السدود والمنتجعات السياحية من أجل مقاتل أو اثنين للبككة ولأنهم ينتقلون في هذه المنطقة؟ كما أن البككة أهدت أراضي كردستان من حدود تشالي وصولا لقمة كوراجار، والتي كانت خاضعة لسيطرتها الكلية منذ 4 عقود للأتراك دون أي مقاومة تذكر، والآن تريد التمركز في أطراف القرى وخلف بساتين القرويين وأكواخ السياحة وإلى آخره لإبراز شجاعة زائفة. فها أنتم لثم بالفرار من هذه الحصون والقلاع الطبيعية مثل سيريسينيا كوراجار ميرين، وتختبئون وراء أكواخ السياحة باسم النضال والمقاومة. دعوا هذه المسرحية المضحكة والسخيفة، فليس بالإمكان تصديقكم. ولن يتخلى بشماركة كردستان عن هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة من أجل مسرحية تدور أحداثها بين الدولة تركيا والبككة. فحماية أهالي المنطقة وسيادتها هي المسؤولة الأساسية لقوات البيشمركة الكردستانية وأسمى واجباتها الوطنية.